مرحبا فيكم بفيديو جديد بوصفة جديدة. اليوم رجعت لكم بوصفة ما بتخطر ببال حدا. أنا يا جماعة من عشاق الكلاج بشهر رمضان، كتير بحب الكلاج اللي محشي قشطة واللي مقلي بالزيت وآخر شي مغطسة بالقطر. هاي الأكلة أنا يعني من أكتر الحلويات اللي بحبها بشهر رمضان. وبسواد ما عم بلاقي هيدا الورق تبع مش ورق البقلاوة، ورق الكلاج بيختلف عن ورق البقلاوة. يعني هاي الأكلة خصوصي بدها تنعمل بورق الكلاج. فهديك السنة حضرت ورق الكلاج بالبيت، الوصفة موجودة، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. هاي السنة حبيت غير، فقلت بدي اعمل تجربة وجرب اعمل الكلاج بشو؟ بورق الرز. فكانت تجربة ناجحة، حبيت نزلكم الوصفة. وهلا يلا نبلش. بالبداية عم بحضر القشطة. عندي لتر من الحليب حطيته على النار. بعد ما سخن الحليب عندي زدت ربع فنجان الشاي، فنجان القهوة اللي شفتوه، خل أبيض، وتركتهم هيك لحتى يفصل الحليب. شوفوا هون فرجيكم القطر، أكيد بنحضر القطر أول شيء لحتى يبرد. عندي كبيتين من السكر مع كباية وربع من المي. بحطهم على النار مع عصرة حامض. بعد ما بيغلي القطر بوطي النار عندي على الوسط وبتركه 5 دقايق. آخر شيء بزت له ملعقة ماء الزهر وخلص بكون صار جاهز. بترك القطر ليبرد كتير منيح، يعني بحضره أول شيء. لنرجع للقشطة. هون فرط الحليب عندي شايفين، فصل الحليب. بشيل هيدي القريشة اللي طلعت، بكب المي اللي بتنزل منها، أكيد ما بدنا إياها، بناخد بس القريشة. بتركها لتصفي كتير منيح وننتقل لنعمل خليط الحليب مع النشا. عندي 3 كبايات من الحليب مع 3 ملاعق طعام، 3 ملاعق طعام مليانين من النشا. بدوبهم على البارد، بس لما يدوب النشا عندي مع الحليب على البارد بولع النار. ما بشيل ايدي عن التحريك نهائيا لحتى ما يكبتل الحليب اللي عندي. ضلني بحرك لحتى يصير عندي بهالقوام، لحتى يغلي الحليب ويجمد. هلا بعد ما جمد الحليب بطفي النار، بزيد الحليب اللي فرطناه، القريشة يعني اللي طلعت. وانا بحب زيد كمان من عندي علبة قشطة زيادة، بتطلع طعمة القشطة بتجنن لما نزيد علبة قشطة زيادة مع هذا الخليط. فيكن اكيد من دون هيدي العلبة اللي أنا زدتها، بس إذا بتجدوها بتطلع طعمة أطيب. هلأ فضيتهم بجد، غطيتهم هيك، غطيت الوجه لحتى ما تعمل قشرة، بتركها تبرد كتير كتير منيح قبل ما استعملها. هون عندي بهذا الصحن هيك الفايش حطيت كوب من الحليب مع معلقة طعام كمان ماء الزهر. هلأ كمية الحليب اللي عم حطها أنا اختيارية، قد ما أنتم بدكم تعملوا من ورق الرز بتزيدوا حليب. فحطيت كباية واحدة من الحليب مع ملعقة طعام من ماء الزهر، وأكيد فيكم تزيدوا كمان ماء الورد مع ماء الزهر. هيدا ورق الرز اللي أنا استعملته، الرايس بيبر. اخترت هيدا الكيس لأنه محطوط عليه إنه بينقلى. كان في أحجام أكبر بعد بس ما محطوط عليها إنها بتنقلى، فأنا لأنها كانت أول تجربة لإلي خفت إني جرب وما تزبط معي، فجبت هيدي صحيح صغيرة بس إنه محطوط عليها إنه فينا نقليها بالزيت. هلأ بنحطها بالحليب لهي الورقة تقريبا 10 ثواني، هيك مثل ما عم بتشوفوا. برجع بشيلها وبحطها بالصحن، كمان بتركها شي 10 ثواني بالصحن لحتى تتش. فانتم بتلاحظوا هلا بعدها قاسي شوي، بس تتركوها هيك بالصحن 10 ثواني بتلاقوها طريت اكتر. انا جربت اعمل حبه واحده بس لحالها، حشيتها بالقشطه وقليتها بالزيت، طلعت القشطه لبرا. جربت انه احط 4 اوراق رز مع هيك يعني حط بعض، حشيتها كمان وقليتها طلعت سميكه. فحطيت 3 اوراق مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل، كل ورقه بتشها بالحليب. 10 ثواني برجع بشيلها بحطها هيك بهذا الشكل بالصينية اللي عندي. بتركهم هيك حد بعض كمان 10 ثواني لحتى يطشطشوا مظبوط، بتصير عملية اللف أسهل. فلما عملتها ب3 اوراق كانت ناجحة جدا. فهيدي هي الكمية المضبوطة إذا بدكم تستعملوا ورق الرز اللي هي أنا مثل ما استعملتها حجمها كتير صغير. بس إذا جبتوا من الورق الرز اللي هي أكبر بالحجم فبيكفي انه كنت تحطوا ورقتين هيك حد بعض وبتلفوها. حطيت ملعقه واحده بس من القشطه، ما تكتروا كتير قشطه حتى ما تطلع لبرا. وبلفها بهذا الشكل اللي عم بتشوفوه، لفه كتير 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 سهل لانه بعد ما بتطرى بتصير هيك طريه كتير وبتنلف معكم بكل سهوله. هيدي الكميه اللي انا عملتها، انا عملت 4 حبات، ما كترت. انتو اكيد بتقدروا تعملوا قد ما انتو بتحبوا. هلا بدنا نروح على مرحله القلي. الزيت بده يكون كتير 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 حامي. شايفين الزيت هون كيف مبين المقلايه؟ لاني كنت عم جرب، يعني جربت بحبه وطلعت القشطه لبرا، وجربت رجعت لما عملت 4 ورق الرز كمان حسيتها سميكه. فانا كنت مجربه قبل، يعني عندي تجارب من قبل. فبتشوفوا هيك الزيت شوي مبهدل. لا مش مبهدل، بس انه كنت عم جرب قبل كتير. هلا حطيت الحبات بالزيت الحامي، الزيت كتير 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 حامي، وبلشت تقليهم. بياخدوا على كل وجه تقريبا دقيقتين ما اكتر.
مثل ما عم تشوفوا صرت اخد هيك من اللذات وحط فوق الحبة، بعدين قلبتها بعد دقيقتين على تاني وجه لحتى احمرت من كل الجهات. بشيلها دغري من الزيت السخن على القطر البارد، بتركها هيك شي دقيقتين كمان بالقطر البارد لحتى تتشرب من القطر. هيك صارت جاهزة عنا، صدقوني طيبة كتير كتير كتير. صحيح فكرتها غريبة بس عن جد كتير طيبة، وجربوها. اخر شي رشيت على الوجه هيك رشة فستق حلبة للزينة، يعني ما ضروري نحط فستق حلبة. وهيك صار عندي الكلاج بورق الرز صار جاهز. قرشتها كتير طيبة، وعن جد عن جد طلعت طيبة. يعني صحيح تجربة غريبة بس جربوها أكيد رح تحبوها. وطعمتها كتير 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 قريبة للكلاج يلي بناكلها بلبنان من محلات الحلو. يعني فيكن تقولوا الطعم 90% مثلها. هاي القشطة من جوا شايفين كيف طيبة كتير، جربوها وأنا مقدر رح تعجبكم. هذه كانت وصفتنا لليوم. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. باي.